تاني؟ هقول لهم ايه في البيت؟ اهدي بيبي اهدي بليز. وبعدين يعني البيت ابوكي اهم حاجه داخله بس حلوه كده. ايه يعني شويه فلوس خدتها منك عملت بروجكت وفشل. ما هي دي مش اول مره على فكره، ومش هعمل كده تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ لا مفيش يا باشا، والله انا ابن ناس جدا والله، وكان معايا بيض وقع مني في الارض. بيض؟ ومعيش حقه. امشي يا ابني امشي، احنا ناقصينك. امشي يا ابني من هنا. والقلل اتكسرت كلها على الارض والله. يا ابني امشي امشي بعد اذنك امشي. ماشي ماشي يا سيدي، بكره تشوف انا ممكن اعمل فيك ايه. طيب وبعدين بقى هنعمل ايه؟ مايا ده اخر كلام عندك؟ شور. كمان شور؟ واخر كلام عندي انا كمان. انا مش هكمل بالطريقه دي. ايه ده؟ يعني انت كنت تعرفني عشان الفلوس؟ يعني ليلى ورضوى وسهى كان عندهم حق لما قالوا انك حقير وزباله؟ حقير ماشي، انما انت عارفه كويس قوي ان انا مش زباله يا مايا، وما تعصبنيش، ما تخلينيش امد ايدي عليكي. ايه ده؟ ايه دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انزل يلا من العربيه يا انزل يلا وطلع لي كل اللي في جيبك يا. انت مين؟ انزل. انت مين يا عم؟ انزل بليز والنبي انت بدل ما شقك اتنين يلا. طب استنى بس، ونام تعمل حاجه ونام تضرب. ولا ايه ده؟ خد يلا خد يلا يا فات فلوس يلا. لو سمحت. شكرا قوي بجد، انت محترم. شكرا ايه حضرتك، انا كنت بثبتكم. انت فعلا ثبتني، بس برجولتك وشهامتك. انا؟ ايوه. بقولك ايه، ممكن راجل زيك يجي يركب معايا العربيه اوصله؟ ما تديني 200 جنيه واخدها واروح، انا ممكن اطوق لك بيها العربيه. انت كمان دمك خفيف. انا دمي خفيف قوي. اصحابي بقى كلهم بيقولوا لي انت دمك خفيف قوي، بقعد اقول لهم نكت وابعت لهم ميمز. ايه ده بجد؟ ايوه. طب يلا تعالى اركب. اركب؟ ايوه يلا. والله انت بجد نبيل قوي. ما انا ابن نبيل شيكو. ايه ده بجد؟ شقاوة قديمه. واو. انتوا اغنياء بقى. اغنياء. طب ما تركبوا سقف العربيه دي طالما انتوا اغنياء. بقول لك دم خفيف. بس البيت هنا. هو المكان ده في مصر بجد؟ لا دي خلفيه احنا حاطينها. انت اول مره تنزلي من بيتكم ولا ايه؟ لا بس ما كنتش متخيله انه يبقى بالجمال ده. هي دي بقى الحاره المصريه الاصيله؟ هم دول ولاد البلد الجدعان؟ ايوه دول ولاد البلد الجدعان، ودي بقالة الامانه، وده نصح السروجي عاملين لي شركه في مشروع بوتيك. تمام. هو انت ساكنه فين؟ جاردينيا هايتس. ايه ده انت ساكنه بره مصر؟ تيجي بقى تدرسي في مصر هنا؟ طب ما تسكني جنب الدراسه على طول. لا لا لا، جاردينيا دي هنا في 6 اكتوبر. كومباوند. ما تقولي كومباوند، انا بعرف برضه الحاجات دي. عارف كومباوند انت. انا مبسوطه قوي ان انا اتعرفت عليك. انا كمان مبسوط اني اتعرفت عليكي، ومبسوط اكتر بالتوصيل بصراحه يعني. ماشي يلا انا همشي. مع السلامه، خلي بالك من نفسك عشان ممكن تتاخدي انت والعربيه من هنا. يلا مع السلامه. عسولة قوي، عامله كده وانا عامل كده، بس كده مع يمكن ايه ده بقى، في ايه؟ ما بحبش المستشفيات. ليه يا عم؟ ده مستشفيات جميلة. ليه يعني ايه كلها مستشفى جميلة؟ جلوكوز. يا سلام. غذا. دكتور ايه، طمنا عملت ايه؟ خير، انتوا عندكم حد بيولد هنا؟ بيولد ايه؟ عملت ايه في الشغل بتاعنا؟ مبروك يا ولاد. المدير وافق ان انتوا تتعينوا معانا هنا في المستشفى. دكاترة؟ هنتعين دكاترة عادي كده، احنا ما درسناش 7 سنين ولا هي بالخبرة وهنتعلمها؟ انتوا هتتعينوا معانا هنا موظفين. يا خسارة، كان نفسي اشتغل نيرس. ايه الشغلانات بقى اللي هنشتغلها؟ هما شغلانتين اللي فاضيين، شغلانة عامل نظافة في الثالث وحارس المشرحة اللي في الأرض. اعوذ بالله من غضب الله. في ايه؟ في حد يقول لحد مشرحة في وشه كده؟ انت ايه، ما عندكش ذوق؟ ماله ده؟ كلمه هو، ما تبصليش انا طول مشرحة. ايه اللي كلمه هو؟ يعني انا حنوتي؟ ما انا بخاف انا كمان. بدل ما نشتغل حاجة حلوة نغير للأطفال. أنا كان نفسي أشتغل في التنفس الصناعي. إيه اللي تشغلني في المشرحة وفي التنظيف وأشوف ميتين؟ أنا مش هشتغل في الميتين. بيقول ايه ده؟ خلاص انا العامل وانت الحارس. لا يا حبيبي، أنا الحارس وأنت العامل. اهو موافق، انا ضحكت عليه. تمام. هو مش بمزاجكم أساسا.
هو المدير خلاص حدد المهام، قال علشان انت طويل كده تنفع عامل النظافه اللي في التالت. يا فرج الله جت من عند الله، انا الحمد لله الطول نفعني. انا اسف، يعني ايه عشان طويل يشتغل نظافه في الدور الثالث؟ يعني لو حبيتوا تنضفوا الارض هتجيب واحد قزم، هي دايره ازاي هنا؟ يا ابني مش دايره ولا حاجه، هو المدير خلاص حدد كده، ولا علشان انت شكلك ابن ناس وكيوت وطيب هتعرف تتعامل في المشرحه والميتين هيحبوك. هو انا هتعامل مع الميتين؟ اه يا عم تتعامل مع هم عشان ميتين، ما تتعاملش معاهم يا دياب ولا ايه؟ خلاص لما الشغلانه عجباك قوي روح اتعامل معاهم انت. لا اله الا الله، ما الراجل قال لك عشان انت طيب صح؟ طيب. شغلانه مريحه جدا، حد يرفض شغلانه زي دي عبيط. هو سعادتك جايب لي شغل في الفور سيزون وانا بتبطر؟ يا عبيط افهم، الشغلانه دي جميله يالا، قاعد مع ميتين، لا حد يأمرك ولا مدير يرفدك ولا ناس تخنقك، موت مع الميتين عشان لقمه العيش. لما هي عجباك قوي كده ما تشتغلها انت. لا يا معلم خلاص، انا بقى ماسك التنظيف الحمد لله. وانت بتعرف تنضف؟ انا العيال مسميني عمر الشطافه. بص سيبك من الشطافه دلوقتي، ركز معايا يا دياب، الشغلانه دي هتطير من ايدك، هتوافق عليها ولا مش هتوافق؟ عم حسين بتاع المشرحه بقى له اسبوع مطبق ولازم يروح. ده ميت ده انزل اوصله ولا انا مش فاهم حاجه؟ يا ابني لازم حد يستلم مكانه، يا ابني استلم الشغل، دي شغلانه مريحه وكلها عظه وبركه. يا عبيط. يعني مفيش حل تاني؟ لا مفيش. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتفضل سلمني الأمانة. على بركه الله. يلا وحدوه. لا إله إلا الله. تقلقش خالص. السلام عليكم. السلام عليكم. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. هو في حارس فين؟ مش المفروض في حارس هنا؟ يا عم الحارس، حارس المشرحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، لا تأذيني ولا أذيك، لا تأذيني ولا أذيك، أنت مين؟ اقعد بقى ما تخوتناش. أنت مين أنت؟ انا الحارس بصلح الثلاجه هنا. أنت حارس المشرحة؟ ايوه بصلح الثلاجه. أنت معانا ولا معاهم؟ معاكم، ما تخافش، واحده واحده هتتعود على الشغل نوت وقلبك هيموت زيي. هو أنت متأكد إن قلبك ميت ولا كلك ميت؟ قلبي بس اللي ميت. طب لا تأذيني ولا أذيك. ما تخافش. حاضر حاضر. بص بقى، انا هسلمك الشغل نوت وامشي انا، ولا تخاف تقعد لوحدك؟ لا امشي أنت، لما أنت تمشي أنا هطمن أكتر. زي كده ماشي. بص بقى، الدفتر دوت فيه 11 حته. حتة إيه؟ جثه، فيه 12 جثه، خلي بالك منهم كويس، احسن الناس هنا في المستشفى ايديها طويله. إيه هيضربوني ولا إيه؟ مش هيضربوك ولا حاجه، جثه تروح كده تسرق كده ولا كده هتلبسها انت. يسرقوا الجثث؟ هم أصلا بيجي لهم قلب يجوا هنا إزاي؟ هنعمل ايه؟ ولاد الحرام كتير. اسيبك انا بقى، خلي بالك من الحتت. خليكوا كويسين، لو بقيتوا كويسين هوزع عليكم قرص رحمة ونور، عليكم انتوا ال 11 حتة، حتة حتة. ايه مين؟ مين؟ عمر، الحمد لله ان انت. عمر انت تقضي اليوم معايا النهارده. نعم. تقضي اليوم معايا. يا عم وانت قاعد على البحر، انا عندي شغل كتير، ده انا لو شرحوني ما اخشش المشرحه دي. ما هو انت دلوقتي في قلب المشرحة متخلف. فين؟ ايوه والتلاجة اهي. اعوذ بالله من غضب الله، انا كنت فاكره فرن فرنجي. فرن فرنجي ايه؟ هي دي التلاجة، امسح كويس عشان الريحة. طب وفين بقى الاشلاء والدراعات المرميه والشرايين المقطعه؟ دي مشرحة مش سلخانة. اعوذ بالله يا اخي منك، انا بتشعب الحاجات دي، انت جبتني هنا ليه؟ جمد قلبك يالا، في ايه؟ خلي قلبك ميت. الله. وانت عايز ايه؟ انضف فيها ايه دي؟ نضف عشان الريحة. دي حاجه بس. ايه ده؟ ايه في ايه ده؟ ايه يا عمر ده يا عمر؟ في ايه يا عمر؟ الله، ما تلعبش في حاجة يا اخي، بتفتح باب التلاجة ليه؟ بفتح باب الثلاجه هنا، ما فتحتش اي حاجه. ايه ده؟ الجثة راحت فين؟ انا كنت حاططها هنا. هو السجاد دي بتبقى عليها جثه مش بيبقى عليها كحك؟ جحك ايه؟ مش دي سجاد العيد؟ سجاد عيد مين يا ابني؟ دي التلاجة بتاعت الجثث ولسه مدخل جثة بقول لك. هو احنا هنفضل نرغي كتير؟ هنجري امتى؟ يا لهوي يا لهوي. رحت في داهية. رحت في داهية. خليها على الله بقى. رحت في داهية. فتحت الدرج ولا لقيتش الجثة. احمد ربنا ان احنا مشينا من المكان اللي كله اموات ده يا عم، انا بحب الحياه يا اخي. والجثة اللي اختفت دي
دي مسؤوليتي انا، هنعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ انا مالي. لا ما انت لازم تقف جنبي، انا عندي جرد. نام مكان الجثه لحد الجرد ما يخلص. ازاي؟ ما انا هكون موجود في الجرد. تتكتب غياب احسن ما تتسجن. اسمع مني، انت مش عايز تنام مكانها ليه؟ ما بعرفش انام غير في سريري، انت هتهزر يا عم. خليك كده لماضة. طب البس بقى، دي فيها اعدام دي. يا حوده هات ازازتين ميه من الحنفيه. والنبي يا رجاله هونا عشان احنا بنفضي القهوه بس عشان عندنا ماتش. تلعبوا كرة في القهوة ولا ايه؟ لا يا عم ده ماتش مهم جدا، والزبائن اللي بتطلب طلبات حلوه جايه في الطريق عشان يدفعوا. انت قهوه من المشروبات. يلا بقى هونا. ما تيجي نقتل الواد ده ونحطه في المشرحة، ده شبه الجثث بالظبط. ايوه فعلا شكله متحلل فعلا. انت هتقعد تهزر، انا في مصيبه وانت بتهزر يا اخي. الواحد ما يتكلمش معاك في حاجه جد ابدا. ما انا قلت لك الحل. يا جدع مش اسكت بقى يا عايز. جدع بقى، بتقول ايه؟ الله، ما قلت لك الحل. شكرا يا عمر على التوصيله. انت هتيجي توصلني شقتي تحت زي ما انا وصلتك شقتك فوق. لا مش هوصلك، انا ما صدقت وصلت شقتنا. لا ما انا مش هنزل في الضلمه دي، امك قطع النور. الله، ما انت خالك مش عايز يدفع فلوس الكهرباء. عشان خالي مش مركز. يعني ايه خالك مش مركز؟ مش مركز اليومين دول. بس انتوا كمان هتتخانقوا؟ جرى يا جماعه سنه عشان تروحوا من المستشفى، انا تعبت على فكره. ايه ده؟ ده جار زياده ده عندكم ولا ايه؟ اطلع يا بيه، اطلع يا بيه، يلا من هنا واتكل على الله يلا. لا انا مش جيران، انا عفريت شعبان، وشعبان ده الجثه اللي هي اختفى من المستشفى. شعبان؟ انت صريح قوي على فكره. هكذب عليكم يعني؟ ده عفريت بجد. انا زعلت كده برضو. تقفلوا الباب في وشي. انا استحملتكم، قعدتوا تشقلبوا وتهروا وتروحوا تقعدوا على القهوه وطلعين نازلين. ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ اعوذ بالله، لا تاذينا ولا ناذيك، لا تاذينا ولا ناذيك. هوست. اصل كنت عايز اقولها. انا مش قلت هوست، بقول لكم يا جماعه انا عفريت ميت مخنوق يعني. مش ناقص ده عفريت خلقه ضيق، ده هيفلقنا. يفلق ايه؟ انا عمال افكر فيها، ده احنا اتفتحت لنا طاقه القدر، طلع لنا عفريت. ده انا بستناها من زمان، الحمد لله يا رب. عفريت يلا، يعني نطلب اللي احنا عايزينه منه. انا ليا بقى طلبات. احنا لينا كام بقى طلب؟ ليا 3 صح؟ انا عايز اول حاجه نسدد وصلات الامانه. وانا عايز سجق في طاسه. عايز عليه جبنه؟ يا ريت والنبي. بصوا يا فنديه بس عشان نفهم بعض، هو انتوا قريب دعكتوا مصباح؟ لا. حلو. انا لما جيت اظهر لكم ظهرت عادي ولا من خلال دخان كثيف؟ لا عادي. حلو. يبقى جو بقى الحرب العالميه الثالثه وسيد الجن وعلاء الدين والكلام ده مش هياكل معايا، وانا عفريت ميت مخنوق والنبي. انصرف، لا تاذينا ولا ناذيك، انصرف. ماشي انا هنصرف، بس لما تحققوا لي كل طلباتي. نعم يا عينيا. عفريت طالع يطلب مننا احنا طلبات يا شيخ اتنيل. يا باشا احنا على الحديده، لو نعرف نعمل حاجه كنا عملناها لنفسنا. انت شكلك عفريت هتية وطالع تتسول علينا، بس عايز اقول لك حاجه لمعلوماتك، احنا مش لاقيين ناكل. بقول لك ايه، هو انت ينفع تاذينا؟ عايزك ايه؟ ما زميلك قال لك هتي، انا هتي. يعني ما ينفعش تعمل معانا حاجه؟ هتي. طب ما تغور بقى في 60 دقيقه ونصرف بقى يا اخي. يلا. طالع لنا ليه انت؟ يلا من هنا يلا. ايه ده؟ امشي يا عفريت. يلا يا جدع امشي، يا عفريت امشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اختفى. تعوذ بالله من غضب الله. ده لو كان برق لي كنت عملت كل حاجه هو عاوزها. خلاص بقى كل ما يظهر نقول له امشي يا عفريت. امشي يا عفريت ونعمل له كده. غلبان قوي. تعالى نشرب ميه. خد هنا، ده بيتنا، راح تشرب ميه ايه؟ خد يا عم تعالى. البيت فيه حريم. سامع كويس قوي. حلو. سامع ايه؟ سامع ركبك بتخبط، مخنوق مرعوب متلخبط. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اهو. مش مهم ده، انا عاوز اسالك انت سامع ايه في الاجتماع؟ في صوت سيفون. ايه القرف ده؟ سيفون ايه؟ ما انت لسه خارج من الكافيتيريا، ما دخلتش الحمام ليه هناك؟ قول لي بيقولوا ايه دلوقتي؟ ركز. حاضر اركز يا جماعه، يعني اعمل ايه يعني وانا مولود كده يعني؟ اتفضل. اديني بتمرن عليها وانا مهندس صوت. حاضر. بيقولوا ايه؟ ايه ده؟ اصل في واحد وواحده، استغفر الله العظيم يا رب، في قاعدين مع بعض. انت بتقبل بالحاجات دي عندك عادي؟ ولا انا ودني جايبه الاوروبي؟ عيب البنت قاعده. انت ايه اللي طلعك الدور الرابع؟ انزل التالت. طب ثواني بس، ثواني. ركز يا ديو بقى، ركز. حاضر. انا داخل اوضه الاجتماعات اهو. ايوه. والله العظيم.
ايه اللي بيضحكك في اوضه الاجتماعات؟ مشغلين عيال كبرت عندك في اوضه الاجتماعات. عيال كبرت ايه وانا جايبك تنبسط وافرجك على التلفزيون؟ بيقولوا ايه؟ يا ساتر استر يا رب. إيه؟ في حد ضرب حد بالرشاش. لا استنى ده مش رشاش، ده خلاط. ده الواد حسين بتاع البوفيه بيعمل ليمون في الخلاط بالنعناع، انما ايه يستاهل ودنك. ليمون ايه بس؟ ليمون ايه بس دلوقتي؟ ركز بقى يا ديما ما تكسفنيش. بس سامع صوت الراجل شكل دكتور الفونس ده؟ بيقول لي الراجل اللي معاه تمام، هننفذ الخطه زي ما اتفقنا. ايوه، ايه هي الخطه بقى اللي اتفقوا عليها؟ ما انا مش عارف، انت جايبني متاخر، لو جبتني بدري كنت عرفت. بقول لك يا ولا قوم انزل من العربيه بدل ما ملص لك ودانك، بدل ما لا اللهم اخزيك يا شم. انزل يا ولا حاضر يا عم. انزل حاضر يا عم. حاضر. لا ودنك دي غريبه قوي. لا انت بقيت جامده قوي يا عمر. يا عمر ما تيجي تبات عندي النهارده؟ انا هاخدك وهدخلك الشقه من غير ما امي تحس. لا دونت تاتش مي، بدل ما هو عهد الله اخد ودنك اروح اجيب فيها فول. انا شفت بهدله النهارده ما شفتهاش في حياتي. انا هنا من البيم. هم عملوا ايه؟ انا كنت نازل فاكر نفسي اسد يلا. طبعا. بس مبدئيا كده انا مش هركب ميكروباصات تاني، ولا اعدي من قدام مدرسه الثانويه السعديه بنين تاني، ولا همشي في شوارع فيها تجمهر او شوارع فاضيه تاني. اقول لك انا مش هنزل من البيت تاني. طبعا انت ما تنزلش من البيت، واللي هيبص لك بطرف عينه بصه كده هشيله من على الارض شيل. انت بقيت مسؤوليتي خلاص، انا هستتك في البيت. ايه ده انا بقيت سامع كل حاجه، انا سامع كل التفاصيل، سامع كل حاجه، سامع دبه النمله، حرفيا سامع دبه النمله، وفي حته سكر والنمل كله متجمع عليها. لا اهدى هالرش، ما تقفرش كده. الحمد لله يا رب، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلاوي. اكيد اللي عمل كده عفريت عم شعبان، ينصر دينك يا عم شعبان، عرفت تنقي. هو من ساعة ما عمل تارارارارا دين 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 وهو اللي قلبني ست كده وقلبك ابو وردان. انت بتقلد عمر قوي. يا ده انا عمر، يالا انا عمر. معلش يا عمر، ما انت مش شايف نفسك الواحد متلخبط برضه. احنا نجيب شيخ يكتب علينا، ولا من شاف ولا من دري. ياض نجيب شيخ يصرف العفريت زي الشيخ اللي طلع العفريته اللي كانت بتحب خالي سرور وكانت هي اللي منعاه من الجواز. يبقى نجيب شيخ. بس مات الله يرحمه. طب هنعمل ايه؟ ابنه لسه عايش واكيد ورث الشغلانه عن ابوه. يا عم الشيخ اهي الولايه الملبوسه اهي. ما تحترم نفسك يا عمر، الله ضمي. انا اسف، بس هو الصوت ده طالع منين يا استاذ؟ انا بس سامع حاجه. ايوه يا شيخ، ده احنا كلنا بايظين. طيب انا اسف يا انسه عمر، انا اسف. انا خايفه قوي يا دياب. طب بصوا بقى، اللي خايف يطلع بره. طب استاذن انا. تستأذن ايه؟ امال احنا جايبينك ليه؟ انت اللي تستأذن؟ احنا جايبينك عشان تخلصنا من البلوه اللي احنا فيها. اطلع انت يا غاده، يلا اخرجي. لا يا اخويا، انا عايزه افضل هنا جنب ماما. اخرجي بدل ما يطلع منها ويلبسك وتعمل لنا مشكله. يما. لا بعد اذنكم محدش يصغرني، انا بعون الله اخرج منها العفريت ومش هيلبس بني ادم تاني. ايه هتصغر مقاسه؟ فكوني يا اولاد المفكوك، هتعملوا فيها ايه؟ اما صحيح عفريت لسانه طويل قوي. لا ده لسانها هي. ايه ادوات التعذيب دي كلها؟ انت هتطلع منها معلومه ولا هتطلع منها عفريت؟ يا ابني سيب الراجل يشوف شغله، دول كلوا خالي سرور حته علقه. انت مش بتلاحظ فيه عرجه خفيفه كده وهو ماشي؟ ده بسبب ابوه. لا انا مش عايزه يعمل في امي اي حاجه. هو بيعمل في امك؟ ده في عم شعبان، وبعدين ده راجل قليل الادب ويستحق الربايه، خليه يعلمه الادب. الساحه الساحه، الواحه الواحه، بابا بابا دق جيزه. هو لبسك انت كمان؟ يا عم لا، ما انا لازم اروحه، استنى بس. لو سمحت ممكن تخرج؟ محدش قادر يخرجني منها. انت هتعمل ايه؟ هتجلد امي؟ لا يا ابني دي مش امك، ده عم شعبان، انت كده هتعمل لنا مشكله. ينفع كده؟ روح انت. ينفع؟ حرام عليك، لو كانت مامتك كنت عملته فيها كده يعني؟
حرام عليك، دي خد الكهرباء زياده، دي هتنور كده مش هينفع، عيب يعني. هي اللي كانت بتكهرب يعني مش انت؟ لا طبعا، انا ما حدش يقدر يعمل معايا حاجه. انت مالك مخنوق اصلا؟ عم شعبان والنبي اخرج من امي وخلصنا من المصيبه اللي احنا فيها، بس سيب عمر زي ما هو، ويا ريت لو تظبط لي الصوت بتاعه. لا ما هو مش هينفع، ما هو مزة حلوه ويبقى صوت حمار، صوت تختار ايه؟ خلاص رجعنا زي الاول. اظبط ياض منك ليه بدل ما وعهد الله اضرب امك. هو يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، هو انا مش هعرف ارجعكم، الموضوع ما بقاش في ايدي. امال بايد مين؟ ابن عمي، ابن عمي هو اللي بيعرف يعمل الحاجات دي، انا بصراحه ما بعرفش اعملها. بس لو انتوا سمعتوا كلامي وعملتوا اللي انا عايزه، هكلم ابن عمي واحتمال يرجعكم. عينينا. ماشي، يبقى ميعادنا بكره على القهوه. انا نفسي افهم ايه سر حبك في القهاوي. انت عاطل يالا. اسمع بس مننا يا خالو، احنا عايزينك تساعدنا عشان نرجع جثه الراجل عم شعبان. رجعها ازاي ان شاء الله؟ ما احنا قاعدين نقول لك على الخطه. هتخش على الدكتور مدير المستشفى وتوقعه في شر اعماله وتقول له انك جاي تبيع كليتك. فهمت. انتوا عاوزين تسددوا الكمبيالات اللي عليكم من اعضائي، من لحم الحي. والله فكره، احنا ممكن نبيع كليه من بتوعك ونرزق بيها، وبعدين التانيه بقى واحنا بنتصرف فيها نبلغ عنك. تانية؟ طب وامشي انا ازاي؟ بباور بانك؟ يا عم سرور اسمع الخطه، بوس ايدك اللي هنعملها واللي هتخلينا 100 100. انت تخش على الدكتور وتغريه. اغريه ازاي؟ هتوري له حته من الكليه، هو هيشوف الحته من الكليه هنا وريقه هيجري، مش هيبقى واقف على بعضه، هيتجنن، هيقول لك ما تيجي في اوضه العمليات. خش اللي معاه العمليات، بس اهم حاجه تتبع معاه مبدا شوق ولا تدوق. ايه ده؟ هي الكليه مغريه للدرجه دي؟ طبعا. هكون انا وعمر بقى مظبطين مع البوليس، هنطب عليك يا نلحقك يا ما نلحقكش. شغل الجنان ده انا عارفه. عمال تقولي راجل وجثه، هو في جثه؟ هتعرف دلوقتي لما تحضر. عم شعبينا ليو 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 ليو. ايه العبط ده؟ بيحضروا يلتر التحضير وهيجي دلوقتي. هو معلش هو ما يتاخر ليه؟ مش عارف والله. ممكن يكون نايم يعني ولا بيعمل ايه العب. شعبينا وده وقته. مين جاي لنا الساعه دي؟ تعال. وش يا باشا. ايه يا بيه اتاخرت ليه كل ده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مدرس كيمياء داخل علينا، في ايه؟ فين الحركات؟ انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ اتأخرت ايه؟ أنا بقالي ساعة بره بخبط على الباب ومحدش بيفتح. لا اله الا الله، هو انت محتاج تخبط؟ انت عفريت، اخرق الباب وعدي. أخرق الباب؟ عيب الكلام ده، أنا جثة محترمة مؤدب، ما أقدرش، في البيوت ليها حرمة وليها ناسها، يعني عيب كده يعني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. هو ده شعبنا؟ ايه ده انت شايفه؟ طبعا. امال عملت فيها ليه؟ ما حدش يشوفني ولا يسمعني غيركم انتوا الاتنين، وفضلت مختفي على القهوه. في يا عم شعبان؟ كلام مظبوط، أنا قلت الكلام ده، بس بصراحة شفت منظر الراجل صعب عليا، قلت هخش عليه بالمنظر التاني ده، هيتخض أكتر ما هو مخضوض، وهيكش أكتر ما هو كشش، وهيصغر كده. يا عم انت مالك؟ احنا عايزين نسرعه مش نخضه، وعايزينه كاشش، احنا هنكويه ونرجعه تاني. انتوا ليه بتعملوا كده؟ هو الراجل ده مش قريبكم ولا ايه؟ هو ده اللي انتوا جايبينه يشتغلني؟ لا لا، انا اروح اعمل شاي بقى عشان اقعد يا عم سرور، هتعمل شاي بنفسك وعم شعبان موجود. يلا يا عم شعبان هات كوبايه الشاي هنا، يلا حضر الشاي، هتقولوا كده دلوقتي. يلا يلا. هو انا ساحر؟ انت ليه محسسني ان انا علي تكسره معايا العصايه يظهر الحاجه؟ لا ما عشان نبهره. ايوه عايزين نبهره ازاي يعني؟ اتشقلب على الترابيزه، اخرج له من الدرج، ولا اعمل ايه طيب؟ يا عم ده عفريت تحت الاختبار، ما يعرفش. ماشي هعمل له شاي. انتوا عندكم كاتل بقى ولا براد ولا بتعملوا في ايه الشاي؟ كاتل ايه وبرادي؟ وانت تعمله شاي بجد؟ ده على كده بقى الواد حوده القهوجي مارد. اظهروا له، بقول لك بعمله شاي. انا ما بعرفش اعمل كده. انا بقول ازاي يعني يا شعبان؟ انا ما اعرفش يا فندم، انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي.